خطيب الجمعة الشيخ عبد العزيز الحشاش في الخطبة اللي فاتت أثر فينا وايد. أنا قاعد بالصف الثالث، وفي الصف الثالث على اليمين قاعد رجل، فقال الخطيب قال: يا جماعة إليكم هذه القصة التي حدثني إياها أحد أصدقائي في مدينة الرياض. شوفوا نوع الحب. قال: يا شيخ إذا عندك قصة عشان استختم بعدي بقصة وننهي، نخلي الختام زياني. قال: امرأة أصابها مرض عضال خبيث في الرياض من جماعتنا يقول، فجابت خادمة من أندونيسيا من أجل أن تخدمها. ربما كان عندها خادمة تكفي أو خدمة قريبة، يعني التطبيب، التغسيل، الكذا. تعرف المقعدة تحتاج إلى قرب مباشرة دائمة. يقول هذه الخادمة الأندونيسية منذ أن جاءت ودموعها نازلة 24 ساعة تبكي. طبعا الفرقة صعب، الغربة صعب، والله صعبة. ألطفوا بها الناس هذه، لا سيما إذا كانوا نساء، حرام. بعد كم يوم هم شفتها تبكي، خليتها تكلم تلفون هم تبكي. قلت أنت ليش تبكين؟ فازداد بكاؤها وقالت: أنا طلع نصيبي وجدوري في السفر إلى الجزيرة من أجل كسب العيش بعد ولادتي ب20 يوم، فأنا ولدي وطفلي عمره 20 يوم خليته عند جدته وجيت. تصوروا يا جماعة، من أجل لقمة العيش. اللي شبعانين يقولون الحمد لله، اللي قاعدين يفسفسون الفلوس بالحرام والكماليات والمبالغات فليذكروا الله، فليحمدوا الله، فليخرجوا بركة هذا الرزق صدقة وعطاء. تقول فيقول: أنا تأثرت، طفلك 20 يوم وجاية من أجل الرزق. فماذا صنعت الأم يا شيخ؟ شوفوا المحبة، محبة الخير، شوفوا الطاعة، شوفوا الحب اللي طلع من أجل هذه المسكينة المريضة المثقلة المهمومة المكدودة. قطعت لها تذكرة وأعطتها معاش 2 قدام. قالت: ربي ولدك 2 ثم تعالي إذا قدرت تجين. راحت بكت، دعت، طبت عليها، تشبتت، تحبها. يقول: والله ما هي إلا أيام والمرأة تتعافى بدعاء هذه المسكينة وبالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا نسمع عن الحب كثير ومعاني الحب كثيرة، لكن ليس هنالك أعظم ولا أكبر كما قال هذه الحملة الجميلة حملة الدرر. الحب الأعظم حب الله عز وجل، لأن الحب اللي بعده كله يترتب عليه ويتنظم ويتنظف ويصير في الخير والنمو.